إيه هي القمم والقاعان؟ القمم هي طموح البياع، القاعان طموح المشتري. في رقم بيكون بالنسبة للمشتري لقطة، من الآخر ده أحسن سعر للسهم وده بنسميه نقطة الدعم. وفي رقم تاني بيكون بالنسبة للبياع ده هدفي اللي عايز أوصله واللي عايز أحققه، وهو ده المقاومة. القناة السعرية هي الحركة اللي بيعملها السهم بين الدعم والمقاومة. المقاومة اللي بيقدر يكسرها السهم. بيبقى قدامنا سؤالين: الأول، هو كسرها فعلا ولا ده كسر وهمي؟ استنى افهمك بالراحة الموضوع ماشي ازاي. الكسر الحقيقي يعني الناس المشتريين شايفين ان السعر عند المقاومة دي لقطة وعندهم استعداد يشتروه، وهنا هم مش بيسيبوا السهم ينزل لتحت. طيب عشان ابقى صريح معاك اكتر، في الاسهم الضخمة اللي التقدير المالي بتاعها بالمليارات، مثلا سهم ب10 جنيه بعته او اشتريته مش هيهز فيها شعرة اصلا. فسيولة الافراد مش بتكون مؤثرة في الاسهم الكبيرة، لكن بتكون مؤثرة في الاسهم الصغيرة. يعني ايه؟ بص، اي شركة في البورصة مطروح منها عدد اسهم معين وثابت، وليكن مثلا 1000 سهم، والسهم ب10 جنيه، فحركة السهم الواحد بتأثر في الشركة بمقدار 1 من 1000. لكن لو الشركة عبارة عن 10 أسهم والسهم برضه ب10 جنيه، بس هنا حركة السهم الواحد أبو 10 جنيه هتأثر في الشركة بقيمة 10%. الفكرة مش في سعر السهم، الفكرة في عدد الأسهم والنسبة اللي بيمثلها السهم ده من العدد الكلي. يعني في الشركة اللي فيها 10 أسهم بس، السهم الواحد بيمثل 10%. يعني أقل حركة في سهم واحد بتأثر على الشركة بنسبة 10%، أما الشركة التانية 1/1000%. موضوع براح. فكل ما عدد الأسهم بيزيد كل ما التأثير بيقل. بس تأثير مين؟ وده اللي عايز أوضحه لك. في شركات سيولة الأفراد تقدر تأثر فيها لأن مركزها المالي صغير، وفي شركات تاني محتاجة عشان تتحرك سيولة مؤسسية، وفي أسهم ممكن سيولة محترفين تحركها، ودي بتكون في الغالب محافظ كبيرة شوية. طبعا أسهم الأفراد ما بيكونش فيها استقرار وفيها مخاطرة عالية شوية لأنها فيها تقلبات طول الوقت. نيجي للأسهم التقيلة شوية. السيولة المؤسسية في لحظة تروح تشتري المعروض، ومش بسعر عادي لكن بأعلى سعر ترضي طموح البياع، فالسعر يطير لفوق، لأنه طالما المشتري عنده استعداد يدفع البياع بيغلي اللي معاه ويطمع. وطبعا اللي شايف السهم بيطلع بيطمن ويقولك ده سهم ربحان، ندخل فيه، ده كسر المقاومة وطالع مكمل. تروح السيولة المؤسسية تبدأ تبيع، وهنا في مشتري فعلا بس من الأفراد. طبعا السيولة المؤسسية بتحاول تصرف كل الحمولة اللي عندها، وهنا بيشتري الأفراد على أمل إن السعر هيطلع. وزي ما قلت لك من شوية إنه سيولة الأفراد مش هتقدر إنها تسند السهم ده لما تنسحب سيولة المؤسسات، فيفضل السهم ينزل لحد ما يتقابل مع سيولة مؤسسية تكون منتظراه عند سعر تحت، يروحوا مشتريينه. بس بيشتروه ايه بقى؟ في نقطة مهمة، بيشتروه أولا من غير ما يكون في اندفاع، بيشتروه بهدوء عند القاع، وبيشتروه على مراحل، مش مرة واحدة يروح مشتري مثلا 1,000,000 سهم، لا ده ممكن يشتري 10 أسهم 20 سهم وهكذا عشان سعر السهم ما يرفعش فجأة. طيب انا عايز اكلمك بس الاول على رحله ايه الهبوط قبل ما ندخل في رحله الصعود التانية. طبعا اللي اشترى خلاص، الافراد اشتروا، بيلاقوا فجاه ان المعروض بيزيد والاهتمام بالسهم قل، وكده شكرا انت اشتريت السهم في العالي وهو نزل لتحت وسابك متعلق فوق لوحدك. تفضل بقى مستني انه السهم ينزل لحد ما يقابل سيولة مؤسسية تاني، وبعدين السيولة المؤسسية تبدأ ترفع السهم بالتدريج. وفي الأغلب السيولة المؤسسية بتعمل ايه؟ بتبدأ تستنى، هي بتسحب كميات من السهم، بتسحب بتسحب بتسحب، وتبدأ تستنى قرب أخبار مهمة أو توزيع أرباح، توسعات، أيا كان، وتروح ايه؟ تبدأ تتحرك وتبدأ تعمل عملية جني أرباح. على فكرة أحيانا كتير ممكن ما يكونش المحرك مثلا هي في اخبار او توزيع ارباح، لا ده احيانا ممكن يكون اقتراب من مقاومه تروح عامله حركه انها تدي ايهام للناس زي ما احنا حكينا من شويه، فتروح ايه الناس مشتريه وداخله وهم يروحوا طالعين. هقول لك 4 قواعد ذهبيه اوعى تطارد شمعه طويله. لو فاتك الدخول من القاع او عند بدايه الاختراق انتظر إعادة الاختبار، ما تجريش ورا الشمعة فوق. تاني نقطة، لو السهم طلع ب10% بفوليوم أقل من المعتاد اهرب فورا. لو السعر زاد
10% والفوليوم ما زادش او كان اقل من العادي، اهرب فورا. ده عكس اتجاه يا معلم. اسأل نفسك دايما قدام اي ارتفاع، هل السعر بتاع السهم اللي صاعد ده صاعد بناء على نمو في ارباح الشركة، في توسعات عندهم، في اخبار ايجابية، في اي حاجة في القطاع تخلي السعر مبرر صعوده، ولا ده مجرد تسهيل ومضاربة؟ لو تسهيل ومضاربة ما تدخلش، او خليك حذر جدا. لو انت مبتدئ نصيحة ما تدخلش. لو انت محترف او متداول طبعا انت بتبقى يعني عامل استراتيجياتك، بس لازم 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 وقف الخسارة تبقى مفعله لو انت داخل في وضع زي ده، ولازم تبقى فاهم وواعي ان انت داخل في الوضع ده. ما تدخلش تخفيل، لانك لو دخلت تخفيل هتخسر. طيب رابع قاعدة، اتعلم من المؤسسات. زي ما هم بيشتروا على مراحل وبيخرجوا على مراحل، اعمل انت كده. ما تشتريش مرة واحدة عند سعر معين، وكمان ما تبيعش مرة واحدة عند سعر معين. اعمل لنفسك كذا هدف وكذا نقطة دخول.